النهاردة هنعمل تشيز كيك بالتمر. طعمه بجد اتعدى مرحلة فوق الخيال اللي أنا بقولها في كل فيديو. ميكس كده لذيذ قوي بين التمر والكراميل والتشيز، حاجة في منتهى اللذاذة بجد، لازم تجربوها هتعجبكم جدا. كمان على البارد مش بياخد أي وقت. ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. معرفنيش أو لسه بيتابعني جديد، أنا ريهام. لايك وشير للفيديو قبل ما تشوفوا الوصفة. معانا 2 باكيت من البسكوت، هنحط عليهم معلقتين كبار من الزبدة السايحة. بعدين هنجيب البولات بتاعتنا. هو صراحة النية كانت لشخصين بس الكمية ربنا بارك فيها يعني وعملت 3 بولات. ممكن لو هتعملوا في حاجة أكبر من كده هتكفي شخصين بس. هنبتدي بقى. أنا كنت هعملها عادي طبقة التشيز تحت بس، فقلت لأ نعملها زي التشيز اللي احنا بنعملها مخبوزة، بيبقى ليها الأطراف كده من البسكوت. هندخلها الفريزر 10 دقايق لحد ما نعمل الخليط بتاع التشيز. معانا 6 حبات من التمر، نقعينهم في مية مغلية شوية، وبعدين هنحط عليهم ربع كوباية من الكريمة ومعلقتين كبار من الكريمة تشيز. تمام. وهنحط معلقة من القشطة وهنضربهم كويس جدا، والمية هننزل بالتدريج كده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. القوام بتاعها ما بيبقاش خفيف ومش بيكون تقيل قوي برضو، قوام كريمي كده مظبوط. هنبتدي بقى ننزل بالخليط بتاعنا في البولات ونوزعه كده. ممكن تحطوا بدل الكريم شانتيه تحطوا كريمة الخفق. تمام. واللي عايز يدخلها الفرن هتحطي معلقة من الدقيق في الخليط وتدخليها الفرن. بس طبعا نخلي بالنا بقى من وقت التسوية. بس كده. وعلى الوش هنحط كراميل، وحاولت اعمل له شكل كده بس ما بانش قوي. وممكن تضيفوا مكسرات زي ما انا ضفت كده، سوداني او اي مكسرات عندكم. ممكن عين الجمل هيمشي جدا مع التمر والكراميل. وبقى عندكم احلى واسرع تشيز كيك بالتمر في منتهى اللذاذة. يلا سلام.